النهاردة بقى هنعمل أحلى برجر في البيت، مضمون ونضيف جدا، وبسم الله ما شاء الله يعمل معانا كمية حلوة كده زي ما انتم شايفين. وده حجم القطعة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده نظيفة وزي الفل. تعالوا كده نشوف المكونات، سهل جدا وبسيط وهتعمليه في البيت لولادك بمنتهى السهولة، مش هياخد وقت خالص معاكي. أول حاجة كده زي ما انتم شايفين هنا معايا فول صويا. دول حوالي 130 جرام. طبعا ال 130 جرام دول انا مش هحطهم كلهم على نص كيلو اللحمه المفرومه، احنا هناخد نصهم بس اول حاجه هعملها هجيب ميه سخنه زي ما انتم شايفين معايا كده، وهبدا ان انا اشرب الفول ده كويس جدا من الميه السخنه، ونقلب كل ما نحس ان هو محتاج هنحط له، مش هننقعه في ميه ولا حاجه او نصفيه ولا الكلام ده كله. احنا هنقلب زي ما انتم شايفين كده لحد لما ينفش معانا وحجمه يكبر كده معانا ويبدا يتضاعف. بعد كده هنسيبه علشان يبرد على جنب. طبعا بالنسبة للناس اللي هي بتخاف من فول الصويا، طبعا هو انت لو اشتريتي برجر من بره بيبقى محطوط فيه برضو فول صويا، فاحنا بنعمله بطريقة ما بنكترش برضو كتير. في ناس بتحط كميات اكتر من كده بكتير، احنا ما بنكترش، بنحط نسبة منه برضو بتديله طعم، وفي نفس الوقت بتنفش معانا، بتدي كمية كبيرة شوية. وزي ما انتوا شايفين كده احنا بنقلب اهو لحد لما نحس ان هو محتاج ميه سخنه، هرجع اضيف له تاني. طبعا هنعمله في البيت بطريقه مضمونه، عارفين احنا حاطين مكونات ايه. احنا لما بنشتريه من بره ما بنبقاش عارفين هو محطوط فيه ايه اصلا، فانا لما اعمله في البيت بنضيفه كده لولادي، طبعا الطريقه بتبقى احسن، وكمان الطعم التيست بتاعه كمان بيبقى حلو. انا هنا خلصت. اجيب صينيه دلوقتي زي ما انتم شايفين البخار طالع منه اهو، هنجيبه على صينيه ونفرده كده زي ما انتم شايفين ونسيبه ان هو يبرد، وبعد كده هنبدا بقى ناخد منه. طبعا انا هنا معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، هحط نصهم. بعد كده هنحط كمان نسبه من الدهن، وهنحط بصلتين كبار مفرومين ناعم في الكبه زي ما انتم شايفين كده. هنا بعد كده بقى معايا كيس خلطة البرجر، ده طبعا موجود عند اي عطار. بعد كده بقى هبدأ اضيف الملح، هحط بابريكا، هحط معلقة من الثوم البودرة زي ما انتم شايفين كده، وهنحط معلقتين كبار من الكاتشب. هقلب المكونات دي كده على بعضها زي ما انتم شايفين. وطبعا هنستخدم بقى الكبة، ممكن نعمل بايدينا، ممكن نستخدم الكبة، بس الكبة هتنعمه معانا وهتخليه يعني كله يبقى عجينة واحدة. بعد كده هبدأ افرمه زي ما انتم شايفين كده، هياخد وش واحد بس زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اهو كده بقى جاهز معايا. هبدأ افضيه زي ما انتم شايفين. طبعا بقى معاكي الميزان وتقدري تتحكمي في حجم القطع، يعني تقدري تعملي القطعة مثلا 70 جرام، تقدري تعمليها 60 50 زي ما تحبي. انا هنا وزنتها 70، بس انا هرجع تاني هخليها 100 جرام. القطعة لما بتكون 100 جرام بتبقى حلوة جدا، وبتبقى حجمها يعني ما شاء الله بتبقى حلوة. فبالتالي الكيلو مثلا هيعمل معاكي 10 قطع، بتبقى كمان حجمها حلو زي ما انتوا شايفين كده، وبتبقى مناسبة، وحتى لما بعد كده نحمرها بتبقى حلوة قوي. فهنا هبدأ اقسمه كله وهوزنه على الميزان، يعني اشوفه كله بحيث ان هو يجي معايا هنا زي ما انتم شايفين اهو 100 جرام. طبعا بقى هنحتاج الاكياس البلاستيك، وهنحتاج كده نحطها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ونحط القطعة فيها، وبعد كده نرجع نحط اكياس على الوش طبعا عشان ما يلزقش مننا. عشان كده الطريقة دي حلوة، وتحفظيه في الفريزر بالطريقة دي حلوة جدا. ممكن طبعا تشكليه بايديكي كده عادي، برضو تحطي اكياس ما بين كل قطعة وقطعة زي ما تحبي. لو انتي ما عندكيش القطعة دي برضو مش مهمة، ممكن ان احنا نعمله بأي شكل تاني. ده شكله. طبعا هفرزه في الفريزر. لو هفرزه في الفريزر هشيله في اطباق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل 5 قطع مع بعض بيبقى بالشكل ده كده. لو انا هشيله في الفريزر وهلفه ببلاستيك راب. تعالوا كده هنحمره كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. هنحط زيت، وهنا بعد ما جمت في الفريزر وحبيت ان انا اطلع اعمل منه زي ما انتوا شايفين، عملت منه كمية السندوتشات الجميلة دي، وما شاء الله طالع حلو جدا وطعمه حلو جدا. عملت معاه شوية بصل كده شوحتهم وحطيته معاهم، عايزه اقول لكم طعمه والله العظيم زي السكر، وطعمه يعني احلى من اللي بيجي من بره كمان. ده شكله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عجب الولاد جدا وحلو جدا، وان شاء الله هيعجبكم كمان انتوا كمان لما تجربوه باذن الله.